هي أكبر صينية ناتشوز. هي مش بس أكبر صينية، وأطيب وأسهل طريقة لتعملوا الناتشوز وبدون لحمة وبالبيت وأطيب من المطاعم. أول شي بدنا صلصة البندورة، وأكيد رح أستخدم الحوسة لأنها جاهزة ومطبوخة وسهلة، بس رح أضيف لها شوية بهارات مكسيكية وأخليها شوي تتكثف على الغاز. وأهم شي بالناتشوز الفاصوليا الحمراء. اسمعوا، صار في الريد بينز أو الفاصوليا الحمراء أو الكدني بينز صارت موجودة بالكثير وبهدول العلب اللي أنا كتير بحبهم، وطريقة فتح سهلة، صاروا متوفرين بالسوق، منقوعين ومسلوقين وجاهزين للاستخدام. حتى شوفوا المي اللي موجودة فيها كيف لونها فاتح. بضيفهم على صلصة البندورة، بفعصهم شوي مش كتير، وبعدين بجهز الجواكامولي. بدنا أفوكادو، وأنا بعملها بطريقة كتير سهلة، بس أفوكادو مع ليمون ورشة ملح، وبهرسهم كتير منيح وبخليهم على جنب. ناتشوز يعني تورتية شيبس، أي نوع موجود عندكم. نفرده بالصينية، بعدين بنحط فوقيه صلصة البندورة والفاصوليا الحمراء اللي طبخناها، زيادة فاصوليا حمراء، زيتون أسود شرحات، هالبينوز، بندورة قطع، بصل أخضر أو عادي مفروم، وعليهم شوية كزبرة، وأكيد كتير من جبنة الشيدر، وشوي من كريمة الطبخ، وشوي على الفرن لتدوب الجبنة. بس تطلع بنحط الجواكامولي والسور كريم اللي هي بتقدروا تحطوا لبنة عادية، واستمتعوا بأطيب ناتشوز. أذكى لقمة. وبس والله، وعلى قد ما هي سهلة أولادكم رح يعملوها لحالهم. وصحتين.